يعطيكم ألف عافية متابعيني ومتابعين أم محمد، ويسعد أوقاتكم من وين ما كنتوا بتتابعوني. للي بتابعني لأول مرة، معكم أم محمد. طبعا قبل ما نبدأ فيديو اليوم نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم بدنا نعمل هيك روتين بسيط. نطبخ، نرتب شوية. ان شاء الله يعجبكم الفيديو يا صبايا. واذا حابين فيديوهات زي هاي اللي هي فيديوهات اليوميات وروتينات، اكتبوا لي في التعليقات. اليوم ان شاء الله بدي اعمل معكم طبيخ العدس بطريقة بسيطة وسهلة، يعني اسهل طريقة عدس ممكن تعملوها واطيب طريقة، والله للامانة يا جماعة كتير طيبة وسهلة وبسيطة. طبعا في البداية بدي انظف الغاز. طبعا انا اول اشي بعمله قبل ما اشتغل بنظف الغاز. انا ما بشتغلش على الغاز يا جماعة، على النار بس. اللهم صل على سيدنا محمد. بنظف الغاز. بكونوا الاولاد مثلا سخنوا عليه كاسة شاي، عملوا عليه كاسة قهوة، نسكافيه، شغلات بسيطة، لانه ما الغاز كل شهرين ثلاثة لما بتطلع الجرة 8 كيلو يا دوب يا دوب، يعني يا دوب بتكفي للتسخين والشغلات هاي. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هذا الغاز، يعني انا لما كان عندي في بيتي الله يعوضنا عوض خير، كان عندي مش غازات زي هيك، كان عندي بوتاجاز اللي هو الغاز مع الفرن اللي بكون هذا، والفرن هو والفرن مع بعض. هذا في الوقت اللي احنا الحالي، والله انه افضل من هذا الغاز. ليش؟ لانه انا ما بتجينيش غير جرة واحدة، فما بقدرش اجيب مثلا اركب جرة على الفرن وجرة على الغاز. لما يكون غاز اللي هو المزدوج فرن مع غاز بكون احسن لي. لكن الواحد خايف يجيب يقعد يحمل، واحنا انا تركت اتنين في البيت صراحة، مش واحد، والله تركت اتنين. ما قدرتش اشيلهم لانه تقال هدول، عشان هيك احنا هدول لجأنا لهاي الغازات. انا ما بحبها الصراحة، كتير مؤذية في التنظيف، خاصة الصواني بتاعتها. ما بحبها الصراحة في الشغل ابدا. بس ايش بدنا نسوي، الحمد لله. طبعا هو الغاز هذا لخالي، يعني هو اعطاني اياه الله يبارك فيه. كان في شوية مشاكل انا صلحته وبمشي اموري فيه لحد ما ربنا يفرجها ونشوف الدنيا وين بدها تودي فينا. طبعا انا بديش احكي لكم انه القناة، يمكن لاحظتوا ان لي يمكن اسبوع ما نزلت او اكتر. اجاني عليها حظر علشان نزلت على المنتدى بوست. يمكن حدا شاف البوست قبل، مش عارف، المهم حذروني وعملوا بعتوا لي انذار. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد واذكروا الله. طبعا احنا هننظف الغاز وننظف النجلة والشايش والمناطق اللي كلها حواليها. يعني اليوم كان ترتيب تنظيف، يعني الناس نقول عميق لأنه هذا ما بعتبرش عميق بالنسبة إلي. يعني التنظيف اليومي، أو كل يومين لما بدي أنظف الغاز. أنا بعرفش أدخل المطبخ حتى لو بديش أشتغل على الغاز. لو بدي أشتغل على النار لازم أنظف المجلة والغاز قبل ما أبدأ شغلي. بتعرفوا ليش؟ هيك بيعطيني طاقة، بحس حالي بحب الطبخة لما بشتغلها، لما يكون المكان نظيف حواليا. عادي انا قادر اشتغل اخليه انظف لي منطقة على قدي واشتغل، بس لا مستحيل، لازم انظف المجلة وانظف الغاز وانظف كل اشي بعدين ابدأ ايش بشغلي. طبعا هنا اللهم صل على سيدنا محمد. ابو محمد ما رضيش خليني طبعا اقعد على النار، الله يعطيه الصحة يا رب، علشان موضوع عينيا. فراح هو قال انا بدي اقعد على النار. العدس بحط عليه مي بغسله غسلة مرتبة، بضلني اغسل فيه لحد ما يصير لون ميته شفافة. بعدين بحطه على النار بدون اي اشي. بحطه على النار وبضلني اشيل بالرغوة البيضة هذه لما تطلع مع الغلي. بضلني اشيل بالرغوة لما تطلع مع الغلي. طبعا شايفين انتوا وين احنا حاطين النار. نزلناها تحت لانه لما صار المنخفض المنطقة اللي بنحط فيها النار غرقت يا جماعة الخير. يعني صارت مبركة مي وما بنقدرش نطبخ فيها. عمالي بدي اطلع فرجيكم اياها. شايفين كيف هذه المنطقة اللي احنا بنقعد بنولع فيها النار؟ شوفوا كيف مبركة. وطبعا عندي في البيت الصالون برضو بصير زي هيك، لانه الحيطان مشققة. انتوا عارفين الوضع مع الخبط والضرب مشقق الاشي، فبهرب مي. هنا بضلني انا وراه لحد تقريبا ما يبطل يطلع شوي البياض هاد. بضلني اطلع فيه بصحن خارجي. بعدين بحط اللي هي المرتة.
طبعا المرتة بصل وتومة شوية فلفل أسود شوية كمون، وبحطهم على العدس. طبعا إذا في عندك حبة بطاطا حطي حبة بطاطا، حبة جزر، كوسة. أنا حطيت بس بطاطا لأنه ما كان عندي لا جزر ولا كوسة. وكمان في كتير شغلة زاكية لو انتوا حطيتوها بتنقل العدس نقلة يعني نوعية الصراحة، اللي هي ايش، حبة بطاطا حلوة. وطبعا بحط نص معلقة عصفر عشان تعطي صفار حلو للعدس، وشوية زيت قلي، زيت نباتي بسيطة، وبخليه يطبخ على راحته، لا بقلب البصلة ولا اشي. وكتير طعمه بيطلع طيب. طبعا لو عندك طنجرة ضغط بكون أفضل صراحة. أنا بحب أعمل عدس طنجرة الضغط، تنهنه تنهنه بدوب يعني لحاله. فالحين نتركه أبو محمد الله يرضى عليه تكفل في المهمة وطبخه. طبعا أنا هنا خلصت الجلي، خلصت المجلة، وخلصت كل يعني خليته فل شمعة منورة زي ما بقولوا. وهنا العدس كان جاهز، بدي أطحنه بالهاند بلندر يا جماعة الخير. اللهم صل على سيدنا محمد. بنعمه بالهاند بلندر قد ما أقدر. اللهم صل على سيدنا محمد. أتمنى منكم يا أخواتي الله يرضى عنكم ويبارك لكم في رزقكم وفي صحتكم، إنكم تدعموا الفيديوهات بالمشاهدات. يعني إحنا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما بنطلب منكم إشي كتير، بس مشاهدة الفيديو، مشاركته لأحبابكم وأصحابكم حتى يوصل لأكبر عدد ممكن. واللي ربنا مكرمها وتقدر تتبرع عن طريق السوبر ثانكس، برضو الله يبارك فيها ويكتر عليها الخير ويجزيها خير الجزاء إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا شايفين هنا بعد ما طحناه ما شاء الله كيف قوامه. الحين احنا هذا مش عاملينه فت، يعني مش بدناش نفت فيه خبز، بدنا اياه شوربة مع ليمون. شايفين الكبير طنجرة ما شاء الله عاملاها كبيرة قدر، لأنه كان منخفض والدنيا التلج سقعة، والصراحة في السقع والمنخفض فيش بعد العدس. فايش بدنا نعمل معاه عشان ينتقل ويصير يعني طيب في الشرب؟ بدنا نقلي معاه شعرية. بدي احط معاه شعرية بعد ما طحنت ونعمت العدس. الحين حجيب الشعرية. طبعا المساعدة الرسمي الله يرضى عنها سماح، الله يرضى عنها يا رب، عوضها عوض خير ويرزقها بالزوج الصالح، هي أختها ولاء وكل بنات المسلمين إن شاء الله. حنقلي الشعرية. طبعا الزيت الأفضل يكون بداية السخونة، يعني لما تيجي تحطيش هو الزيت سخن كتير حتاخد لون، نصها حيكون لونه ذهبي كتير والنص التاني حنضل على بياض. فحطيها يكون الزيت يعني مش بارد ولا سخن ولا بيغلي، يعني سخن بس. طبعا بتقدر تضيفي شعرية، بتقدر تضيفي اللهم صل على سيدنا محمد لسان عصفور، بتقدر تضيفي معكرونة. اي ايش بدك اياها ممكن تضيفيها على العدس عشان التقليه ويكون نظام اللي هو بالمعلقة شرب مش فت. بتضلك تحركي في الشعرية يعني ايدك معها عشان تكون لون موحد، لونها كلها لون واحد وحلو. طبعا الشغلة اللي انا مستغربة إلها انه انا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله عندي على القناة اكثر من 50,000 مشترك. فيديوهاتي يا دوب بتوصل مشاهداتها 1000 مشاهدة. هذا الاشي اللي انا مصدومة ومستغرب، يعني ايش السبب؟ هل بوصلكوش اشعارات؟ هل انا فيديوهاتي طب يعني اذا مثلا مش عجبكم مثلا آه طريقة الفيديوهات، محتوى الفيديوهات، احكولي يعني حتى انا اطور من نفسي. انا مصدومة يعني. وكمان انه انا نزلت رابط قناتي التانية، قلت انا في اول مرة راح انزل فيه رابط القناة اقل اشي حيجي 1000 مشترك على القناة الجديدة. لكن للأسف حتى الآن القناة الجديدة والله عقد 150 160 مشترك. مصدومة أنا. فأتمنى منكم تشتركوا في قناتي الجديدة، كتير كتير حلوة راح تعجبكم، فيها قصص وعبار وشغلات كتير حلوة يعني إن شاء الله تعجبكم. طبعا الحين بعد ما خلصنا وزي بيقولوها استراحة مقاتل، عملت لي كاسة نسكافيه. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني الحمد لله عن جد. وجود الغاز والله رحمة الله. طبعا وكمان مننساش البخورة، لازم بخور يا جماعة. هذا بخور عود بس على شكل هرم، وهيك له صحن صغير بحطها. طبعا هاي لازم تطفيها لأنه ضلت مولعة بتطلعش ريحة، بس بتسوي دخنة. فبنطفيها وبتصير ريحة البخور تطلع. طبعا باخد كاسة النسكافيه وبروح بقعد بمسك مصحفي بقرأ وردي، بعدين
بمسك الجوال بشوف ايش علي شغل في الجوال، بقعد اتصفح شوي في الجوال. للأمانة بدناش نضحك على بعض، أحلى لحظة هي هذه اللحظة بعد ما تخلصي شغل البيت كله، بعد ما تخلصي كل الالتزامات اللي عليكي. هذه هي اللحظة الحلوة، كاسة النسكافيه، كاسة الشاي، الحاجة اللي بتحبيها، تقعدي مع مصحفك، تتصفحي على جوالك حاجات مفيدة. احكولي انتوا ايش اجواءكم بعد ما تخلصوا كل شغل البيت وتحسوا انه هذه الساعة اللي ساعة إلك، يعني اللحظة اللي انت مستنياها. طبعا قصة النسكافيه وجنبها حبة شوكولاتة. أخيرا الحمد لله. أنا يا جماعة الخير مدمنة شوكولاتة. طبعا هذا فيديو اليوم، أتمنى أنه نال على إعجابكم. أتمنى ما تنسوا تدعموني باللايك والشير وتفعيل الجرس، وما تنسوا تدعموني على سوبر ثانكس ورابط الجو فاند مي الخاص بيا. دمتم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.